يا مساء الهنا والسعادة، مساء يوم جديد من بيت المشاهير. وزي ما تعودنا من مطبخ بيت المشاهير بنقدم كل جديد من وصفات وأشهر الأكلات. فاصل ونعود. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعايا ضيفتي اللي منوراني أشطر الشيفات. معايا هدى البلدي يوكل. اهلا بيكي يا هدى. اهلا بيكي، منورانا. ميرسي، ده نورك. عرفينا بقى بيكي كده. انا شيف هدى، شيف اورينتال. عندي كلاود كيتشن، مطبخ اكلنا كله شرقي. محاشي، طواجن، اي حاجه ليها علاقه بالمطبخ الشرقي. الاكل بتاعنا كله التيست بتاعه شرقي، حتى التوابل بتاعتنا التوابل المصريه العاديه خالص. بنستخدم الاساسي عندنا في التوابل الملح والفلفل. يعني انت ما عندكيش توابل كتير بقى؟ لا خالص. الاكل بتاعنا شرقي مصري تماما، مصري 100%، كانك اخدتي الوجبه او الاكله بتاعتك كأن مامتك اللي عاملاها لك. ما فيهاش بقى البهارات او الحاجات الكتير الموجوده حاليا. تمام. هنبداوا بايه؟ هتعملي لنا ايه النهارده، او جايبه لنا ايه اول اكله؟ انا شايفه ان انت جايبه حاجات كتير النهارده، صح؟ اكلات كتير. هنبتدي بايه؟ مسقعه بشاميل. هنبتدي نعصج اللحمه المسقعه. تمام. ننزل بالبصل. انا شايفه ان انت اكله مصريه حرشه، بس مدلعه شويه. هتحطي بشاميل، صح كده؟ ما هي التركيه بقى الاختلاف في البشاميل. دايما بالصلصه حمراء بالطماطم يعني. لا، المره دي بقى مختلفه بالبشاميل. ماشي. وانت بقى بتطبخي كده بندردش مع بعض، وقولي لنا بقى بداتي ازاي؟ يعني بداتي تدخلك المطبخ ازاي؟ انا الاول خالص ابتديت كنت بشتغل في المخبوزات. مخبوزات الفلاحي اللي هي الفطير المشلتت، القرص الفلاحي، المنين اللي هي القراقيش يعني. الحاجات دي كنت انا بحب اعملها في البيت، يعني كان الموضوع هوايه. وبعد كده فكرت يعني ليه مثلا ما يكونش عندي مشروع او ابتدي بيه، يعني كبدايه مشروع ليا. انت كنت شاطره في المخبوزات والمعجنات؟ وكنت بعمل اكل اصلا. كان عندنا زمان يعني وانا صغيره في البيت عزومه، كنت انا بعمل معظم الحاجه. كنت انا اصلا شاطره في الاكل. انت دراسه ولا هوايه؟ لا، هوايه. هدى، انت حطيتي ماده دهنيه ولا لا؟ لا، لسه هننزل بيها. شوحت اللحمه مع البصل، تنزل السوائل والدهون بتاعتها، وبعد كده هنزل بالمعلقه زبده. تمام. انت مش حابه تغمقي البصله في الاول مثلا؟ حطيتيها مع اللحمه؟ لا، لان احنا عندنا بشاميل وعندنا بتنجان مقلي بتاع المسقعه، فعشان الموضوع ما يبقاش تقيل قوي. كده الموضوع يبقى اخف شويه. انت حابه تقللي الدهون. بالظبط. تمام. بعد بقى ما بداتي تعملي مشروعك، ابتديت من البيت. كنت بعمل كل حاجه من البيت. ايوه. كانت والدتي بتساعدني، وبعد كده اخواتي بقوا يساعدوني. بعد شويه لما الموضوع توسع معايا اجرت مكان. المكان ده كان شقه. انت وسعتي مشروعك كمان والموضوع كبر. حطيت الملح وفلفل اسود وشويه بهارات لحمه. قولي لنا بقى بهاراتك دي عباره عن ايه؟ حطيت ملح وفلفل اسود وورق لوري وبهارات لحمه. تمام. بس ده كده اللحمه المعصجه. روايحك حلوه قوي يا هدى. والله. هنسيبها بقى تستوي ونجهز البشاميل. هنعمل بشاميل. نبتدي بالزبده، معلقتين زبده قصادهم معلقتين دقيق. احنا كده عملنا اللحمه المعصجه، بعد كده هنعمل البشاميل. انت مجهزه بقى البتنجان؟ قليه البتنجان. حطينا الزبده، هننزل بالدقيق. حطيتي قد ايه زبده؟ معلقتين زبده ومعلقتين دقيق. تمام. انا كده عملت البشاميل. حطيت معلقتين زبده معلقتين دقيق. ايوه. وهتبله بملح وفلفل بس. احنا بنحط الزبده قد الدقيق. معلقتين يعني زبده، معلقتين دقيق مع معلقتين زبده. بالظبط. تمام. وهحط معاهم ملح وفلفل. احنا عملنا شوحتي الدقيق، شوحت اخد لون. شوحت الدقيق مع الزبده. لا، مش بحمره، يا دوبك تشويحه بس. تشويحه بسيطه. بشوح الدقيق مع الزبده، مش بتغمقيه. لا خالص. بيفضل لون. وبعد كده بتبله بملح وفلفل بس. وبعد كده نزلنا باللبن. بالظبط. تمام. حوالي كوبايتين لبن، صح كده؟
كوبايتين الا ربع. هتحطي ملح ملح وفلفل اسود وفلفل بس. اسود للبشاميل. واللحمه كده خلاص استوت. هي خلاص بقى كده نقلب تقريبا الطاجن. خلصت. اه عايزه النار تاني في حاجه؟ لا خلاص احنا كده هنقلب الطاجن بس وندخله الفرن. تمام. تعالي جهزي الطاجن بتاعك هنا. في دي كده اول وصفه عاملاها لنا هدى، عامله لنا مسقعه بالبشاميل. بالبشاميل. هنحط البتنجان المقلي تمام. مع شويه من الفلفل. حلو. وبعد كده هننزل بقى باللحمه المفرومه. اكلك مصري بيتي، ريحته الطعم كده والريحه بتاعت زمان. والله. كلمينا بقى عن شغلك، وصل لحد فين؟ احنا وقفنا لحد ما انا اول حاجه في المشروع بتاعي بداتي بقى بشقه اه وعماله معاكي صح كده؟ لا كان معايا بس اخواتي بيساعدوني، واحيانا والدتي كانت بتساعدني في الشغل برضو. تمام. يعني انت بداتي من البيت وبعد كده كبرتي مشروعك صح كده؟ بعد كده الموضوع توسع معايا شويه شويه. بعد كده ابتديت اجيب ناس تساعدني. تمام. بعد كده ابتديت الشغل يعني شويه كده ما بقاش في شغل وقع معايا، فابتديت اتجه بقى للاعلانات المموله. ايوه. فاخدت كورس ماركتنج وبقيت اشتغل على البيج بتاعتي واعمل اعلانات مموله. ده انت شاطره. نحط بقى البشاميل. يلا ننزل بالبشاميل. انت قاليه البتنجان ولا قاليه عادي؟ ممكن تشويه. في ناس بتحب تشويه عادي، ممكن تشويه عشان الزيت ما يبقاش كتير او القلي صح كده؟ نحط بقى الموتزاريلا على الوش اخر حاجه وندخلها الفرن 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي. هي دوبك تاخد وش، هي كل حاجه مستويه صح كده يا هدى؟ بالظبط. البشاميل مستوي، اللحمه البتنجان مستوي، مش محتاجه اكتر من 10 دقايق في الفرن. كلمينا بقى عن صفحتك. احط لك دي في الفرن؟ دي هندخلها الفرن. تمام. دلوقتي هنعمل ورق العنب بالكوارع. دي تاني وصفه معانا. انا هنا مسويه ورق العنب تقيل بقى اللي هو ورق العنب بالكوارع. دي اكله ورينا بقى الطاجن بتاعك ده. انا هنا مسويه ورق العنب بشوربه الكوارع، وهنا معايا الكوارع سلقاها ومسويها كويس جدا. تمام. هعمل لها معلش ورق العنب مستوي؟ تمام. مسويه بشوربه الكوارع، يعني كل حاجه مستويه. احنا بس هندرب الطاجن. ماشي. انت بتقولي لنا اسرار بقى كل طبخاتك؟ هو على فكره الاكل المصري ما فيهوش اسرار. انا بتكلم عامه ان انت بتعملي اوردرات بالاكل ده، فانت مش بخلان علينا لا بالوصفه بتاعتك كده. اما حد من العملاء بتوعي بيسالني على طريقه عمل حاجه او يعملها ازاي بقول له عادي. في ناس ما بتحبش تقول ده. لا عادي. انا ما عنديش مشكله ابدا ان اقول ده. هنزل بالكوارع. تمام كده. هدى نزلت بالزبده وبعديها الكوارع. هنملح. هتحط فلفل اسود. هي قالت مش بتحط بهارات كتير في الاكل بتاعها. لا الاكل المصري عشان يبقى اكل مصري بيتي صح كده؟ بالظبط.
ملح. هو بصي نفسك باين من ريحه الاكل. ده ملح وفلفل اسود وورق لوري. بس هي الكوارع اصلا من الحاجات الجامده جدا، مش محتاجه توابل، هي اصلا طبق بيتكلم عن نفسه. صح، اكله تحترم يعني. هننزلها بس شويه طماطم عصير معصوره. طماطم عشان تديها لون كده بامبي حلو. يعني انت عرفتي تسوقي بقى اكلك عن طريق السوشيال ميديا؟ اخدت كورس في الماركتنج وابتديت اشتغل لوحدي. خسرت كتير قوي ما هي لازم كل بدايه اي حاجه لازم يبقى فيها خساره، صح؟ لحد ما نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. بالظبط. تمام. بعد كده بقى يعني شويه شويه الموضوع توسع معايا شويه. بعد كده اخدت مكان بقى وعملت مطبخ. غير الشقه اللي انت كنت واخداها، اخدتي بقى مطبخ. انا اتنقلت من شقه لشقه، يعني من مكان لمكان. اخدت مكان واحنا دلوقتي شغالين الحمد لله، شغالين كل يوم ما عدا يوم الجمعه. بنوصل اي مكان في اسكندريه لحد العجمي. التوصيل عندنا بيبتدي من الساعه 3 يعني انت كل لحد الساعه 8 بتوصلي بالظبط. بس العجمي لان هو ابعد عننا شويه، فاحنا بناخد الحجز العجمي قبلها بيوم. الحجز بيبقى عن طريق الواتساب او الموبايل او رسائل بقى البيج بتاعتنا. قولي رقمك. 010 68 93 1196. ده رقم الموبايل والواتساب. حلو. هو هينزل على الشاشه، بس حابين ان انت تقوليه بنفسك برضو. هنعمل ايه تاني الخطوه اللي بعد كده؟ الكوارع بس تتشرب شويه مع التوابل الزبده والطماطم، وهننزل بيها على ورق العنب وهندخلها الفرن. تمام. بس هدى انت بقى عندك تجهيزات للعزومات، لاي حفلات؟ العزومات، كاترينج، كل ده شغالين عليه. كل ده انت تمام. كمان بس الاكل اللي عندنا مش مستوي، بس ده مستوي جاهز على التسويه. انت بتاخدي الاكل جاهز على التسويه او بتاخديه مثلا خضار متنضف، يعني القلقاس، الفاصوليا، السبانخ، خضار متقول للمحشي. متفرزن يعني بتبيع خضار مش شرط يكون مطبوخ. يعني في حاجات بتبقى فروزن متخزنه عشان مش بتبقى موجوده في السوق، وفي حاجات بتبقى فريش. يعني الموجود في السوق بيطلع فريش، الحاجات اللي مش موجوده بتطلع فروزن، بنبقى احنا مخزنينها. كل الاكلات موجوده، الخضار طول السنه كده. هنكمل بقى، هنعمل ايه بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده هنرص ورق العنب طاجن. ورق العنب ده انا مسوياه بشوربه الكوارع. انا مجهزه طبعا كل حاجه عشان وقت البرنامج قليل. ايوه انا شايفه ان انت جاهزه بكله. فانا مسويه ورق العنب وسلقه الكوارع. بالظبط، مسويه ورق العنب بشوربه الكوارع. حلو. انت بداتي حبك للمطبخ من امتى يا هدى؟ عايزه اقول لك انا ما كنتش بحب المطبخ، كان ماما بتدخلني اجبار يعني كده. كل اللي انت بتعمليه ده وما كنتيش بتحبيه الاول يعني في الاول كده كانت اجبار، كان على طول في خناقه بيني وبين اختي اللي هي في سني ان انا مش عايزه ادخل المطبخ، اللي هي توأمك، صح كده؟ كان ماما بتعمل لنا يوم حد ينظف البيت ويوم حد يعمل الغداء. انا ما كنتش بحب ده. كانت بتدخلك انت المطبخ. انا بقى كنت بهرب من المطبخ وادخل اختي مكاني. بس شاطره كده. مش شرط يعني. انا بقى حبيت الموضوع الاول في المخبوزات. بداتي بقى تحبي. ماما كانت بتعمل الفطير والقرص والعيش ده في البيت. فانا كنت بعمل معاها، فحبيت الموضوع وابتديت ان انا اتعلم. ولما اتعلمته بقيت اعمله لوحدي. يعني قبل كده كنت بعمل عزومات لناس قرايبنا وكده، بال30 وال40 فرد كنت بعملها. كنت بداتي بالعيله. واوقات كنت اعمل لهم عزومه فطير بقى، فطير مشلتت وحشي صدق. المفروض كنت جيت لنا بالفطير يا هدى. انا قلت اجيب الحاجات الاسهل، الفطير ده شغلانه كبيره قوي. لا كنت جيتي جاهز. دلوقتي رصيت ورق العنب، هنزل بقى عليه بالكوارع. هننزل بقى، انزلي بالكوارع يلا. هو ده الكلام اهو. تحبي الكوارع؟ طبعا. يا سلام، في حد ما بيحبش الكوارع؟ في ناس بتحب الكوارع. لا انا بعشق الكوارع. هندخلها الفرن بس كده. تمام. لولا ان هي صعبه في الصيف كنت اكلتها صيف شتاء. هي تقيله فعلا في الصيف، بس لا مش تقيله، هي بتدي حراره، بتدفي. ايوه ما هي بقول لك الاكلات الشتويه اللي بتدفي. بس في ناس ما بتستغناش عنها، لا صيف ولا شتاء. ايوه انا عادي باكلها صيف وشتاء بصراحه. هنعمل ايه تاني؟ بس كده هندخلها الفرن. خلاص كده هندخلها الفرن. بس يعني الصوص بتاع الكوارع يغلي شويه كده مع ورق العنب عشان ياخد الطعم. تمام. وخلاص.
نفس الطاسه اللي عملنا فيها الكوارع هعمل فيها العكاوي. هدى بقى هتنزل بالتقيل. العكاوي عكاوي، طاجن عكاوي من ايد هدى. دي زبده على البلدي على فكره، احنا مش بنستخدم عندنا غير زبده بلدي. ده حلو برضو. هسيح الزبده دي اهم وبننزل حاجه بقى بالخطوات بتاعه عشان العكاوي يبقى فيه طمأنينة شويه للناس ان انت اكلك كله طبيعي وبلدي. بالظبط. فزي ما قلت لك في الاول احنا اكلنا كله مصري، كانك مامتك اللي عامله لك الاكل اكل بيتي بيتي مصري خالص جدا، زي ما ريحة كانوا الطعم بتاع امهاتنا بيعملوا زمان. صح كده؟ الزبده البلدي، الملح والفلفل الاسود، مفيش زيوت مهدرجه، مفيش الكلام ده خالص. البلدي يوكل فعلا. بالظبط. ننزل بقى بالخضار بتاع العكاوي، هي بطاطس. تمام. العكاوي ما بتحطلهاش اي خضار غير البطاطس وفلفل. انت بتسوي كل ده فوق وبعد كده يدخل الفرن؟ بنسوي دوت فوق، وبعدين بتتحط فيه العكاوي، بنزودها شوربه عكاوي، بيغلوا شويه مع بعض وبعدين يخشوا الفرن. بس كده انا شايفه انت اسرع حد بيقدم وجبات او طلبات، لان انت قلتي لي اي اكله هي جاهزه عندك. عشان احنا بنعمل تجهيزات. ايوه بنبقى عاملين حساب كل حاجه. احنا عندنا منيو شغالين عليه، فكل الحاجات اللي في المنيو دي اوريدي موجوده. يعني مثلا لو عميل طلب ورق عنب بالكوارع، ورق عنب بالكوارع ما بياخدش وقت اصلا. كده طلبت معاه ورق عنب بالكوارع يكلم هدى، هياكل ورق عنب بالكوارع. يعني هو طاجن عكاوي على طول هدى سريعه. كل ده موجود كل يوم. حلو. التوصيل بيبقى في خلال ساعتين يعني بالكتير. ده حلو قوي يا هدى والله. انا ما شفتش حد بالسرعه دي بجد والله. في حاجات بتبقى بتاخد وقت اكتر، فطبعا ده بيبقى متفق مع الامين. انت بس بياخد وقت التسويه. بالظبط. لان انت تجهيزاتك كلها كامله. بالظبط. يعني يا دوبك الكوارع مستويه، العكاوي مستويه، احنا بنقطع الخضار وبنسويه. تمام. انت هتحطي بهارات معينه هنا؟ هحط ملح وفلفل اسود، بهارات لحمه، ورق لوري. انا مش بستخدم غير البهارات دي. انا شايفه في حاجه تانية، دي مرقه ولا انت مش هتحطي منها؟ دي مرقه، هحط منها العكاوي شويه. طيب. بهارات لحمه، مرقه، والورق اللوري. الورق اللوري ده تحفه في اي اكل. مفيش طبعا عندنا من غير ورق لوري. ايوه. هو طبعا بيدي فعلا طعم حلو. في عندنا كمان يعني اوبشن ان العميل لو حابب يختار البهارات اللي هو هيحطها، حابب يزود، حابب يلغي حاجه، ده عادي. عادي. بس هنسيبها انت المنيو بتاعك فيه كل حاجه؟ كل الاكلات. ايوه. احنا عندنا طبعا المحاشي دي اساسي. المحاشي، الطواجن، عندك معجنات البشاميل، زي ما انت قلتي، عندك فطير، الكلام ده كله موجود. الفطير المشلتت، المشلتت بقى بالسمنه البلدي. اكيد. حلو. وفي كمان بنعمل فطير وقرص صيامي. انت عشان كده جاء اسم البلدي يوكل. من اساس الفطير بالسمنه البلدي. بالظبط. دي كانت بدايه الفكره. كل حاجه كنت انا بعملها كانت الفطير بالسمنه البلدي، فهنا بقى جت فكره البلدي. البلدي يوكل ده اسم البيج بتاعك. اسمها البلدي يوكل. ووالدتك بقى مبسوطه بيكي بعد ما وصلتي بقى لده، ان انت ما كنتيش بتحبي تدخلي المطبخ، كانت بتدخلك عافيه كل ده، دلوقتي بقى فرحانه بيكي؟ اكيد. هي اصلا اكبر داعم ليا يعني. ما هي اللي خلتك بداتي صح كده. ايوه طبعا. وهي اكتر حد ساعدني اساسا. احنا بنشكرها بقى. طبعا ربنا يخليها لك. هدى، وايه الوصفات اللي انت بقى مميزه بيها؟ عندك حاجه مميزه انت مشهوره بيها؟ المحاشي والطواجن زي ما قلت لك في الاول، دول اكتر حاجه احنا مشهورين بيهم. عندنا كمان بنجهز عزومات، عندنا رومي، ورومي بقى متجزع، عندنا روست رومي، ورك رومي كامل، بانيه رومي، في اصناف كتيره جدا. يعني انت عندك كل الاوزان بحيث ان يعني اللي ليه طلب جاهز يعني. كل الاوزان وكل الاصناف. ومثلا لو حتى لو اكله في المنيو مثلا وزن كيلو مثلا، مش لازم العميل ياخد كيلو، حابب نص عادي برضو. ايوه. في بنعمل وجبات فرديه كمان. حلو ده. بنعمل وجبات اطعام. كل ده متاح برضو. تمام. يعني انت المنيو بتاعك متاح فيه كل حاجه وجاهزه لاي اوردر. خلاص هي جهزت البطاطس، هنحطها في الطاجن، وطبعا عشان احنا مش مجهز عندنا الطاجن هنحطها في الفويل. اوكي. وانت بتطلعيها بنفس انا بطلعها برضو صح كده؟ الفويل ده. تمام. بس انت شاطره ان انت جايبه لنا كل حاجه طواجن في الفرن بس جاهزه. يعني هي دايما اكلات الفرن بتاخد وقت، بس انت ما خدتيش معانا وقت خالص. عشان انا دايما شغاله اصلا، حتى في المطبخ عندي كده كل حاجه بتبقى تجهيزات. ايوه. مجهزه عندي. انت شاطره يا هدى، وعايزه اقول لك روايحك قلبه الدنيا. يلا يا هدى انزلي بالعكاوي بقى، اطباق كلها جباره يعني، عكاوي وكوارع. اكل مصري اصيل بقى. ايوه. اي طبق بقى عندنا بيبقى كوارع وعكاوي، بيطلع معاه طبق الشوربه المتين ده. يعني اهم حاجه اصلا، اهم حاجه الشوربه بالظبط، اللي هي بهاريز الاكله بقى، اللي هي الحاجه المتينه يعني. هي البطاطس كده نص تسويه عشان هتكمل مع العكاوي في الفرن. في الفرن.
هدى قدمت لنا 3 وصفات مصرية 100% بيتي بطعم السمنة البلدي والأكل البيتي بتاع